صاحبتي راحت عملت فيش وتقفيش عشان جالها شغل جديد. بعديها رحنا نشوف حاجه ناكلها عشان كنا عطشانين جوع. لقينا مطعم فانسي نانسي فخر، ديكوريشن اساويد وحاجه مهره. فقلت هجرب الاول بشويه شواريب واشوف. جبت شوربه كواري وكريمه والاتنين كانوا احلى من بعض. تحسها كواري بالشوربه من كتر الكواري اللي فيها. تاني حاجه طبق محشيات ممشكل فيه كل حاجه، ورق معرب، سوكا، كرنب، كان حرفيا بيدوب. كمان لقيت من ضمن التشاكيل دي جراي بتنجانه. واكتر حاجه عجبتني المراويش لانها كانت متسويه قوي، اللي هو تحس بجد من كتر ما هي طريه كانك بتاكل شمرميلو، وخصوصا بالطاجين صوص، حاجه اساسيه لازم لما تروحوا تجيبوها. احلى مراويش كلتها. وده طبق سجاوي، البورشنز بتاعته كانت حلوه قوي. لو انتوا بقى من محبين الكعاوي فلازم تجيبوا طبق الكعاوي ده من عندهم لانه بجد مصلص ودايب، من امجد الحاجات اللي كلتها. وما ندمتش خالص ان انا طلبت 2 كيلو الا نص كفتات، ما كنتش متوقعه ان هي هتكون جوسي قوي كده. حرفيا قعدت اكل فيها ساعه الا تمن. والرمبار الحبيشه بتاعته كان فيها متابل مظبوطه. احلى حته فيه بدايه النهايه. خدت بريك بنالتا جوتا، حسيت ان الحشيش اللي مستخدمينه في النالتا دي فريش قوي، ومقامها كان حلو، لا تقيله ولا خفيفه. ويلا نخش على الموزه. اي جس ان هي رجل البيبي خروفه، بس الفكره ان هي ما كانتش بيبي، كانت كبيره قوي. كلتها كانها بيج دبوسه بس مع الفته كانت تحفه. وده مرقاق الورق البربدوسي اللي كان فيه كان سوبر كرانشي. وثانكس جاد طلع عندهم ايس كريم بعد كل ده. وكان لازم احلي بالمجلاش، كانت جواها بجنه او قشطه معرفش، بس كانت كريمي قوي وفيها ابيض سكر مظبوط. حتى العاليز ماذر والميلكي رايس كانوا ملبنين جدا. والقاعه الفي اي بي عندهم تحس ان انت دخلت قصر شجره الرز او عز الدين ايمن. بجد قصر الكبابجي ملك الموشيات في مصر. ده فرع الشيخ زايد، ومتحمسه قوي اشوف فرع التجمع. حرفيا كميات الاكل والطعم ما تتقارنش باي حد.